عملنا ايس كريم بالحليب قبل كده. النهارده هنعمل ايس كريم من غير حليب ومن غير سكر، للناس اللي عندهم سكر والناس اللي عاملين دايت. ده مفيد جدا ليهم. بس قبل ما نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة، اعملوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل الايس كريم ازاي. في البداية معايا فراولة ومعايا مانجا، ولازم يكونوا متجمدين في الفريزر. يعني ما ينفعش نجيب الفراولة على طول وهي لسه طرية بميتها ونضربها في الكبة، هتبقى طرية خالص، هتعمل لنا عصير مش هتعمل ايس كريم. فلازم نكون مجمدين الفاكهة. معايا الكبة، هحط فيها الاول هعمل المانجا. بحط المانجا وبعدين بحط عليها كريم شانتيه خام. معايا هحط 3 معالق كبار كريم شانتيه خام. ومش هنحط سكر، احنا اتفقنا هنعمل الايس كريم ده من غير سكر، لان الفاكهة بتبقى مسكرة وطعمها حلو، فمش محتاجين نحط سكر. هنحط الكريم شانتيه بس، وبعد كده نغطيه ونضرب الخليط كويس قوي لحد ما ينعم معانا. نضربه بالشكل ده لحد ما ينعم خالص، ويبقى القوام بتاعه كريمي. بعد ما ضربنا الفاكهة بالشكل ده ونعمت كده حلوة معايا، بقت كريمية كده، هجيب الكوبايات بتاعة الايس كريم وهعبي نصها بس، يعني هحط نصها، ولما نضرب كمان لما نضرب الفراولة هكملها بالفراولة. عبينا نص الكوبايات كده وهخبطهم خبطتين عشان ما يبقاش فيهم هوا، نطلع منهم الهوا، والباقي هحطه في علبة وبعدين اقفلها واحطها في الفريزر. وبرضو بعد ما اعبي العلبة كده هروح خبطها خبطتين كمان عشان تطلع الهوا، نفرغ منها الهوا ونقفلها كويس ونحطها في الفريزر. برضو نفس اللي حصل مع المانجا هيحصل مع الفراولة. هنحط الفراولة بتلجها زي ما هي كده مجمدة في الكبة، وبعدين هحط 3 معالق او 4 معالق كبار كريم شانتيه. طبعا الفراولة بتبقى سكرها قليل شوية، لو حابين تحطوا سكر كان بها، عشان الاطفال ممكن تحطوا سكر. مش حابين تحطوا سكر وعايزينها كده فاكهة طبيعية، سيبوها من غير سكر. هنضربها كويس في الكبة وبعد كده نحطها، نكمل بقى الكوبايات بتاعه الايس كريم اللي احنا عبينا فيها مانجا، بنكملها بالفراولة. تمام كده، بعد ما خلصناها بنغطيها ونحطها في الفريزر، وهوريكم شكلها بعد ما تجمد ونطلعها كده بتبقى حلوة جدا. والباقي برضه هحطه في العلبة. بعد ما عدى عليها ليلة كاملة في الفريزر اتجمدت وبقت جميلة كده. بنطلع العصاية طلع حلوة وشكلها جميل. وكمان العلب، بنجيب المعلقة بتاعة الايس كريم وبشيل وبطلع بيها كده، شايفين بتطلع معايا بكل سهولة. ايس كريم جميل كده وناعم وليه مطة وحلو جدا. وبعدين هزوقه بقى بصوص شوكولاتة، او ممكن كمان يعني براحتكم لو ما عندكوش صوص شوكولاتة، هو بيبقى حلو وطعمه جميل. لو وصلتوا معايا هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.